السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا مصر أعلنت عن فتح باب الترشح وتقديم موعد الانتخابات عشان تكون في شهر سبتمبر اللي جاي، وفتح باب الترشح في بداية من 5 أكتوبر من العام الجاري. ده كله طبعا ما فيهوش أي مشكلة. هو في تساؤلات صحيح للناس كتير بتقول ليه الانتخابات اتقدمت وتقدم موعدها 4 شهور عن الميعاد الرسمي اللي هي في 2024، ولكن احنا كلنا غالبا ملمين بالموضوع ده وعارفين السبب الرئيسي لتدهور الاقتصاد المصري، وان سيادة الرئيس طبعا عايزها مبكرا قبل تعويم. يعني هم هيقولوا تعويم ثالث او كده، لكن انا هنقول تعويم ايه؟ الجنيه خلاص ما عادش فيه صح ان هو يقوم ولا يغطس تاني. الجنيه لو غطس فعلا مش هيقب تاني. طيب نرجع لموضوعنا الاصلي وهو الانتخابات. كلنا عارفين ان المرشح الابرز في هذه الانتخابات أو في هذه الجولة الرئاسية الجديدة هو أحمد طنطاوي. أحمد طنطاوي أكيد يعني مش هيبقى عبد السند يعني. مع العلم بأن أحمد طنطاوي أصبح اليوم ليه كمان قناته على اليوتيوب للي يحب يروح يشترك فيها، وبينزل فيديوهاته أول بأول في حملاته الانتخابية اللي هو بيجريها في كل محافظة في مصر. وخليني انا مش متحيز لحد، صدقوني، على الاقل لحد ما نشوف حضراتكم عايزين مين او المصريين عايزين مين، وده اللي الورق هيثبته والانتخابات النزيهه هتثبته، والشفافيه اللي المفروض نشوفها على ارض الواقع واللي مش شايفينها في مقرات الشهر العقاري. طبعا بيروح المواطنين يعملوا التوكيلات، وده جاري حاليا. لم يعرض عبد السند يمامه لاي مضايقات حتى الان، ماشيه معاه زي الفل وشغاله. خد له حوالي 25 توكيل لحد النهارده. الكبير طبعا 5 مليون توكيل لحد الآن زي ما حضراتكم شايفين، وهو مش محتاج توكيلات، يعني كفاية عليه 10 من مجلس الشعب ودول تبعنا يعني في جيبنا مضمون. ولكن أحمد الطنطاوي مستاء جدا للمضايقات اللي بيتعرض لها من موظفين الشهر العقاري. أبسط حقوق أي مرشح إن هو يتقدم في الجولة الانتخابية أو في السباق الرئاسي إن هو يكون كل السبل متوفرة ليه والمناخ جيد ليه، ويكون في شفافية ونزاهة وعدل في كل المرشحين. لكن أحمد يتعرض لمضايقات على حسب قوله وعلى حسب الشهود. الراجل أصبح الآن له أرضية كبيرة وله شعبية كبيرة، وده نقدر نشوفه من خلال الجولات اللي بيطلع يعملها في كل محافظة، من شبرا الخيمة لدسوق في كل المحافظات. وزي ما انتم شايفين في ليه مؤيدين كتير، ليه شعبية كبيرة، فنتمنى له ان شاء الله التوفيق. والراجل كمان اعلن عن برنامجه الانتخابي بالرغم من ان كل الاعلاميين ضد ده، وهنيجي للنقطة دي بعدين، بس احنا خلينا نكمل النقطة الموجودة في ايدينا الاول دلوقتي ونشوف ليه موظفين الشهر العقاري. يعني ابسط حد مثلا، ابسط حاجة ودي هتقدروا تشوفوها دلوقتي، لما بيروح يسجل حد لأحمد الطنطاوي توكيل ويقولوا له السيستم وقع. ثم يا مصريين انا في حاجه طريفه عايز اقولها، يعني هو انتم متضايقين من ايه يا مصريين؟ ما حدش يتضايق ان السيستم واقع، ما الاقتصاد واقع والتعليم واقع والصحه واقعه، السيستم هو اللي حقه يقع هو كمان. طيب الراجل مستاء وبدأ يشتكي أحمد الطنطاوي كمان على حد قوله وعلى حد نشر تويته أو على حسابه الشخصي إن هو تعرض للاختراق من قبل جهازه المحمول، الهاتف المحمول بتاعه. أقر بإن جهازه المحمول تم اختراقه، الراجل قاعد بيلعب في موبايله أو بيعمل عليه حاجة، فحس إن هو في حاجة غلط، في ملفات بتخش لوحدها أو حاجة بتتنقل لوحدها أو حاجة زي كده. ده على حسب ما نشر هو، مش على حسب ما أنا بقول، يعني ده مش عن لساني، ده عن لسانه. فراح كشف عليه في شركة زي سيتيزن لاب. قالوا له ان الموبايل تم اختراقه عن طريق برنامج بيجاسوس. كمان المعمل اكد ان التقنيه دي تقنيه مكلفه جدا، وطبعا مش هصرف فيك يا ابو حميد 2 مليون جنيه ولا بتاع لموبايلك يا راجل عشان نشوف دنيتك رايحه فين وجايه. احمد الطنطاوي مرشح زيه زي اي مرشح، ومش من حق اي حد، لو النظام نفسه او اي حد في مصر عموما او في العالم، زيه زي اي مرشح موجود. مش من حق اي حد ان هو طبعا يمنعه عن ممارسه اداء دوره او يحجم عليه او التضييق اللي بيحصل له، المضايقات. من حقه ممارسه حقه الدستوري كمرشح للرئاسه، وده طبعا اللي يكفله الدستور ويكفله القانون ونقر احنا بيه كمواطنين. ولكن هو طبعا اشتكى وفي اكتر من مكان وفي اكتر من موقع وفي اكتر من منشور عن ان هو بيتعرض لمضايقات في كل مكان، وبصفه خاصه الايام دي من موظفين الشهر العقاري.
من بقى روح ده السيستم وقع والابله فاطمه مشيت وتعالى بكره علشان خاطر مش عارف ايه حاصل وكده. لا يا جماعه، انا ده مرشح، القانون والدستور بيكفل له حق الترشح طالما ان هو ماشي في الطريق الصحيح وفي المسار السليم، ان هو يروح يجيب التوكيلات بتاعته. والراجل الناس بتعمل له توكيلات، طب نسيب الناس تعمل له التوكيلات وبعد كده الصندوق هو اللي يحكم اذا كان هو هينجح ولا لا، اذا كان يستاهل ولا لا، اذا كانت الناس عايزاه ولا لا. نرجع تاني لتاني نقطة، ودي بقى المهمة واللافتة في الموضوع واللي خلتنا نفكر شوية. عمرو أديب كان اللافت في الموضوع ده والغريب فيه ان عمرو أديب وكأنه بيمهد لأحمد طنطاوي على اساس ان هو المرشح، كلنا شايفين ان هو المرشح الابرز حاليا او المنتشر على الساحه. فعمرو اديب كانه بيمهد لاحمد طنطاوي، لان احنا كلنا عارفين ان النظام قبل كده الاعلاميين هاجوا عليه وشتموه وقالوا عليه ده انت عامل للسعوديه. وطبعا لو انتوا عايزين تتفرجوا على الحلقه هحط لكم الرابط بتاعها، وانتوا مش محتاجين الكلام ده اكيد شفتوه. يعني قيل يعني ان هو ده الاعلام هاج عليه باقرار من جهات معنيه لها الحق او لها الانتفاع في ان عمرو اديب يسكت او بقه يتخرس او يمشي بره البلد خالص. ولكن طبعا محدش قادر يقرب لعمرو اديب لان احنا كلنا عارفين ان هو اجنده سعوديه، وطبعا هو نفسه قال كده. وفي تاني مره حتى وهو بيجدد عقده سأل الشيخ قال له انت يا عمرو سعودي باجنده سعوديه من حقنا. فاحنا ده قصه مش بتاعتنا دلوقتي، مش دي اللي هنتكلم فيها. المهم ان هو خلاص زي ما يكون ايه زهق من النظام الموجود وعايز يغيره، بس مش قادر يقول الكلام ده. احنا فاكرين ان عمرو اديب ايام الرئيس مبارك طلع واتكلم وقال ما كانش حد يقدر يتكلم قدامه، بنفس النص ده كده قال ما كانش حد يقدر يتكلم قدامه. الراجل مين الشخصيات اللي بتخشى انك تهاجمها في مصر او اللي هي خليني اقول خط احمر لعمرو اديب؟ الرئيس. لكن لما طلع قال لا ده طلع ايه، ونجيب بقى فيديوهات له. كان الناس بتتضرب في الاقسام قدام مراتاتهم وامهاتهم بالجزم، كانوا بيطلعوا بهم. احنا كنا في عصر اسود ومهبب. خلونا اتكلم بقى واقول. ولكن خلينا برضو نرجع لموضوعنا الاساسي اللي هو ايه. هو نزل تويت عمرو اديب بيقول فيها يا جماعه، ودي لها الف تفسير على فكره. بيقول يا جماعه اللي يعمل يعملوا توكيلات كتير، والمقصود منها توكيلات لاحمد طنطاوي. فكنا عبد السند يا ده جاي صوره محطوطه. اعملوا توكيلات كتير لان في توكيلات بتترفض قانونا، بيبقى في توكيلات مزوره، بيبقى في توكيلات، فاعملوا توكيلات كتير. وكمان لما نرجع لفتره سابقه قبل كده كان بيقول يا جماعه ما ترشحوا، خايفين ليه تترشحوا؟ باب الترشيح مفتوح، محدش يخاف ومحدش يعمل وبتاع. المهم ان هو يعني ايه، كلنا عارفين ان خلاص عمرو بالنسبه للنظام ده هو لا يسانده ومش عايزه تماما. وبيتهيأ له احمد طنطاوي، محمود عباس، اي حد معدي كده وخلاص مش مهم، بس ما يكونش النظام ده موجود. فبما انه شايف ان احمد هو مكتسح بيحاول يمهد من بعيد عشان برضه ما تتشدش ودنه، وساعه ما تيجي تكلمه يقول انا براءه، انا ما بتكلمش، انا بتكلم الكلام اللي هو العادي. وحتى كمان عشان يثبت موقفه ان هو مش منحاز لحد، بدأ في حلقة من الحلقات يسأل اسئلة زي المرشح القادم انت هتعمل لي ايه؟ انت هتسوي لي ايه؟ هتعمل ايه في الديون؟ هتخلي ايه؟ ممكن نشوف مقتطفات زي دي. عايز اعرف انت هتعمل لي ايه؟ اقول لك يا عمرو ما تزعلش. ماذا ستفعل في الديون؟ البلد عليها 165 مليار دولار ديون، هتعمل فيهم ايه؟ هتسددهم ازاي؟ الاسعار هل هتقدر تقللها؟ الغريب في الموضوع ده انكم يعني هي الاسئله دي ما اتسالتش ليه في عز المحنه اللي احنا موجودين فيها وفي عز التضخم اللي عمال بيحصل يا عمرو؟ ولا انت عشان كاره الرئيس النهارده او مش عايزه النهارده بدات تسال اسئله زي دي من بعيد؟ وبدا كل الاعلاميين معظمهم يسال اسئله زي دي. طب ما كنتوش بتسالوها ليه في وقتها يا جماعه؟ التضخم ده ليه بيحصل؟ انت هتعمل لنا ايه؟ يا ترى شكل الصحه هيبقى عامل ازاي؟ التعليم هيعمل ايه؟ هيخلي ايه؟ الاسئله دي ما اتسالتش للرئيس ليه وهو موجود؟ الديون في وقت الديون ومحدش اتكلم، جايين النهارده بتتكلموا. البلد عليها 165 مليار دولار ديون، يعمل ايه في ال 165 مليار؟ وايه اللي جاب ال 165 مليون دول؟ وايه خلاهم 165 مليار دولار؟ وانا عايزك تسال السؤال ده للرئيس الموجود النهارده وهو راجل مرشح ومقدم نفسه للانتخابات. اساله السؤال ده، هتعمل ايه في ال 165 مليون؟ اقول لك انا هتعمل العاصمه الاداريه الجديده. لا اقول لكش حاجه افضل، هيعمل طرق وكباري.
يا جماعه تكون اسئلتكم اسئله حتى منطقيه. اللي هيجي فعلا هيعمل ايه في الخراب اللي حصل ده؟ ولا مليون سنه يتلم. اللي هيجي ده هيجي ببرنامج جديد، هيحاول انه يصلح اللي النظام الحالي بوظه خالص على مدار ال10 سنوات اللي فات. كنت فين يا عمرو انت باسئلتك دي من 10 سنين وجاي؟ واخيرا نقدر نقول ان مش بس عمرو هاج عليه، عمرو كان هايج كده بس من باب ان هو يصلح موقفه، لان كان لقى نفسه بايخ شويه كده، دخل على الرئيس دخله جامده، فتقريبا اتقرصت ودنه، فبدا بقى ايه يقول اهو لا انا لا منحاز لده ولا منحاز لده، انا هسال اسئله عاديه خالص، انت جاي يقدم لي برنامج. رغم ان الراجل مقدم برنامجه عادي. احمد الطنطاوي اعلن عن برنامجه واصاغوا صياغه كويسه جدا على يد مستشارين وعلى يد خبراء من ذوي الخبره، وقدموا طرح البرنامج الانتخابي بتاعه. ما يجيش بقى محمد علي خير يقول ما يعني فكره ان انا هدي لك صوتي على بياض، انا كمحمد علي خير مش هدي صوت لحد على بياض. وابيض ايه واسود ايه يا خير؟ كنت فين انت وكان فين الناس دي؟ انهال عليه بقى المؤيدين للنظام من الاعلاميين المأجورين، هم بيهاجموا الراجل ده. ليه يهاجم يا جماعه؟ بلاش احمد طنطاوي عشان ما حدش يقول لنا انت ماسك في احمد طنطاوي، لان هو في الحقيقه بتقول ان هو المرشح الابرز، ولكن خلينا نقول خليهم موجهين كلامهم لعبد السند يمامه، اللي هو محطوط كده صوره كتمويه يعني ان في انتخابات نزيهه وفي صناديق هتحصل وفي اصوات الناس هتدلي بيها ومحدش هيعترض عليها وهيبقى في شفافيه وبتاع. ماشي، احنا مصدقين كل ده. طيب الاسئله دي المفروض تتسال حتى للرئيس الحالي. انت ناوي الديون اللي انت غرقتنا فيها تعمل فيها ايه؟ كيلو البصل اللي الناس مش لاقياه وصل 30 جنيه هتعمل فيه ايه؟ الرز اللي ما كانتش الناس لاقياه ووصل الشيء الفلاني هتعمل فيه ايه؟ العمله الصعبه اللي ان التعويم للجنيه، العمله اللي عماله بتتدهور وتنزل هتعمل فيها ايه؟ اسالوا الاسئله دي. أو رقم واحد للمرشح الابرز نمبر 1 طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي. ده راجل جايب 5 مليون توكيل، يعني معرض ان هو مش معرض، هو هيكمل ل 2030. ولكن لو احنا بنقول متضايقين ان في راجل تاني جاي ناوي خير، ناوي يصلح، في ناس بتسانده وناس عايزه التغيير، فانتوا بتهاجموا الناس دي وتقولوا لهم هتعملوا، فكان او من باب اولى تسالوا الاولاني يعني سكتوا ليه لحد الرز ما وصل للسعر ده والبصل وصل للسعر ده وكنتوا بتصدروا البصل بره؟ وبدل ما انتم موجهين كل اسئلتكم لاحمد طنطاوي هتعمل ايه هتعمل ايه، ماشي في مرشح كمان اسمه عبد السند يمامه، هاتوا يمامه هاتوا هديب واسالوا هتعمل ايه. هيكون رد يمامه طبعا هيقول لك الحاجه اللي تغلى ما تشتروهاش. او اقول لكم على حاجه، احنا كلنا كده نقدم اصواتنا مع يمامه وننتخبه ويعمل لنا مثلا بدل ما يعمل العاصمه الاداريه يعمل مسجد السند العظيم بدل المسجد الفتاح العظيم اللي عمله النظام الحالي. واخيرا لو لسه مش مشترك في القناه اشترك فيها وفعل جرس الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. وناس كتير جدا من صناع المحتوى بيشتكوا ان اليوتيوب عنده مشكله في هيكله فلازم تفعل جرس الاشعارات عشان اول الحلقه ما توصل يوصلك بها اشعار. كل سنه وحضرتك طيبين وتصبحوا على خير.